صباح الفل، صباح الجمال، صباح القشطة. بصوا يا بنات، كل سنة وانتم طيبين. انا جبت لكم طريقة الطرق، طريقة سهلة وبسيطة. هنجيب مناديل خروف ولحمة مفرومة، وهنلفها دور، هنفردها ونحيقها ونلفها دور. بعد كده هنجيب عصاية الشيش طاووق وندخلها في قلبها ونقطعها بالطريقة دي، تحطوا بألف هنا وشفا. وكمان جبت لكم طريقة اللحمة المفرومة بالبطاطس. هتجيب اللحمة مفرومة وهتجيبي كيلو بطاطس، هتسلقيه وتهرسيه وتحطي عليه التوابل وملح وفلفل وذرة وجزر وخضار الخضار حسب ذوقك انت. وبعد كده اللحمه تحطي عليها ملح وفلفل وبيضه وخضره وبقسماط ناعم، وتشكليها بنفس الشكل ده كده. بعد كده هتحطي لها معلقتين صلصه وتحطيها وتغطيها بورق زبده وتحطيها في الفرن. وبعد ما تحمر تخرجيها من الفرن، ترشي عليها جبنه موتزاريلا، تتقدم بألف هنا وشفا. عيد مبارك عليكم. صباح الفل، صباح الجمال، صباح العسل. كل سنة وانتوا طيبين وعيد سعيد علينا وعليكم بخير. النهاردة إن شاء الله بإذن الله هنعمل كيكة التايجر، تيتا إسفنجية بسيطة. هنبدأ ونقول بسم الله الرحمن الرحيم. أول حاجة نجيبوا صينية ونحط فيها ورق زبدة، وبعد كده هنبدأ بالمكونات. وهي كاكاو خام، نص كوب زيت، بيضتين، كوب سكر، كوب حليب، بيكنج باودر، فانيليا، كوب ونص دقيق، ومكون السحري. ثم نضع الزيت والسكر والفانيليا والبيض في الخلاط حتى يصير قوام كريمي. ثم نضيف كوب الحليب، وبعد ذلك نضيف المواد السائلة. ثم نضيف الدقيق تدريجياً حتى يصبح كريمي. ثم نضيف كوب الحليب. اللي وصل معايا لهنا يصلي على النبي في التعليقات. نضيف الدقيق تدريجياً حتى يصبح في هذا الشكل، ونضيف العجينة المكونات إلى طبقين، طبق فانيليا وطبق شوكولاتة، ونضيف الكاكاو، معلقتين الكاكاو إلى الخليط الفانيليا، ثم يصبح بذلك الشكل. وأخيراً يصبح بكده الشكل. وأخيراً هنضع معلقة خل. وصل لغاية هنا يصلي على النبي في التعليقات وقولولي بتتابعوني منين. أحب أعرف تعليقاتكم لأنها تشجعني على الاستمرار. ثم نحضر صينية الفرن ونضع بيها معلقة فانيليا، ثم معلقة شوكولاتة حتى نفاذ الكمية، ثم نضعها فرن مسخن من قبل لمدة نص ساعة. نتركها تبرد قبل التقطيع وتقدم بالهنا والشفا. تستاهل كام من 10. أرجو اشتراك وتفعيل الجرس حتى يصلكم كل جديد.